سلام سلام سلام. النهارده في الفيديو ده هنتكلم على السترينث بوينت اللي بنستخدمها في الكوتشنج تول كده. وزي ما قلنا المرات اللي فاتت ان كتير جدا مننا ممكن ما يبقاش عارف ايه هي السترينث بوينت بتاعته، فخليني اقول لك على طريقه لطيفه جدا اتعلمتها وانا بدرس براندنج علشان استخرج نقاط القوه بتاعتي. فقالوا لك جيب ورقه وقسمها ل4 مربعات. فاول مربع اكتب فيها النون او الريلايزد سترينثز، السترينثز اللي انت فعلا عارف ان هي عندك. تاني ورقه اعرف اكتب فيها الانريلايزد سترينثز، السترينثز او نقاط القوه اللي انت ما تعرفهاش عن نفسك، وهشرح دلوقتي. تالت خانه اكتب فيها الحاجات اللي انت بتعرف تعملها بس ما تعتبرش نقاط قوه، بتعرف تعملها بشكل كويس بس هي مش نقاط قوه. واخر خانه اكتب فيها الويكنس بوينتس بتاعتك، الحاجات اللي انت اصلا مش بتعرف تعملها علشان later on تحطها من ضمن السكادجول بتاعك علشان to be improved، فتتحول هي كمان لسترينث بوينت. السترينث بوينت بتوعي هعرفهم منين؟ الحاجات اللي انا بعملها بمنتهى السهوله بمنتهى البساطه، ويمكن حتى ما بفكرش وانا بعملها. زي مثلا لو انت بتطلع تعمل فيديوز بشكل بسيط، فقربك قدام الكاميرا او ظهورك قدام الكاميرا دي حاجه تعتبر سترينث بوينت بالنسبه لك. مثلا حاجه تانية اقناعك للاخرين، ممكن تكون الشخص اللي بتبقى قاعد في قاعده مثلا انت عارف ومتاكد انك انت لو عايز تقنع حد بحاجه هتقنعه بيها. ممكن واحده من السترينث بوينت بتاعتك تكون البابليك سبيكينج، وهكذا. حدد ايه الحاجات اللي انت شايف نفسك شاطر فيها واكتبها في المربع بتاع realized strengths. طيب الunrealized strengths بقى هنجيبهم ازاي؟ اسال الناس، اسال اللي حواليك، اسال الناس اللي عارفاك، اسال الكوميونتي بتاعك، اسال اهلك. ايه الحاجه اللي انتوا شايفيني شاطر فيها؟ ايه الحاجه اللي انتوا شايفين ان انا مميز فيها وبعملها احسن من اي حد؟ فممكن يجي حد يقول لك على فكره انت حلال عقد. انا حلال عقد ازاي؟ انتوا ازاي شايفيني كده؟ يا عم انت مش فاكر انت في كل مره بتقعد فيها معانا ويبقى في مشكله فجاه تروح مطلع حل كده عمره ما جه في بال حد؟ دي unrealized strength point. حد تاني ممكن يتقال له انت مصدر بهجه، انت احسن حاجه بتعملها فينا انك بمجرد وجودك بيخلينا مبسوطين. المرات اللي مش بتتجمع فيها معانا بنحس ان القعده كانت كئيبه وما كناش عايزين نبقى موجودين. فمصدر البهجه ده نوع من انواع السترينث بوينت، انا قادر على صنع البهجه، وهكذا. في ناس مع كميه الانريلايزد سترينثز بقوا مذهولين، معقوله انا فيا القوه دي والناس شايفاها وانا مش مدركها؟ بس جس وات، هي تعتبر من ضمن نقاط القوه اللي انت لازم بعد السؤال ده، بعد ما تسال الناس ويقولها لك، لازم تبدا تحطها في اعتبارك، لازم تبدا تمارسها وتعترف بيها تقون دي كنقطه من نقاط القوه. دي بتاعتي، دي قوتي، ما ينفعش تبقى الناس شايفاها وانا مش بعرف استخدمها. وبعدين نروح على الحاجه اللي انا بعرف اعملها بشكل كويس، قد لا يكون انا شاطر فيها او متميز فيها بس بعرف اعملها. لان لما هتشتغل على الحاجات دي، لو انت عايز تعمل لهم ديفلوبمنت، ممكن تحولهم لنقاط قوه فتبقى بتعملهم بشكل لا ارادي. هي ايه الفكره اصلا في ان انا بعرف اعمل الحاجه او الحاجه دي من ضمن نقاط القوه بتاعتي؟ انا بعرف اعملها، ممكن اكون اتدربت عليها تمام، ولو عايزه احطها في دماغي هعملها. لكن من نقاط القوه بتاعتي هي حاجه بعملها وانا حتى وانا سايب ايدي، حاجه بعملها بدون ما ابذل اي مجهود، بدون ما يكون حاطط في بالي ان في effort هيحصل علشان اعمل الحاجه دي. واخر حاجه خالص هي الويكنس بوينت، لو انت عارفهم او الناس شاوروا لك عليهم اكتبهم، ولو intended طبعا يا ريت تكون intending انك انت تحولهم لسترينث بوينت. خلونا نشوف كل دول هم سترينث بوينتس، نقاط قوه عند الناس. ففي جلسات الكوتشنج بنعمل حاجه لطيفه جدا لما بنوصل لفكره ان انا ببني مع دكتور سنان authentic branding مثلا او authentic personality. فبنبدا نستخرج 3 حاجات اساسيين انا بسميهم ال 3 P's: البيرسونال فاليوز والباور بوينت اللي هي السترينث بوينت والباشن بتاعه. فبنبدا نختار من ضمن دول. يقعد بقى دكتور السنان يفر في كل الكروت دي لحد ما يطلع التوب 10 بتوعه، وبعد التوب 10 يقراهم تاني، او التوب 20 مثلا لان هم عددهم داخلين تقريبا على 100، وبعدين يبدا يعمل فلتريشن لحد ما يحدد التوب 5 سترينث بوينت اللي بيعملهم بمنتهى السهوله. فمن ضمن السترينث بوينتس مثلا الاحساس بالاخرين، الامباثي، التمكين، الانيبلر. I am an enabler، يعني ايه؟ انا شخص قادر، عندي القدره على تمكين الاخرين. زي مثلا انا دايما بقول للتيم بتاعي انا عايزاكم تبقوا اشطر مني، انا عايزه الناس لما تيجي تسال على دكتور سنان ما يسالوش على دكتوره رنا النجم، يسالوا عليكم واحد واحد بالاسم. هنا I am enabler، انا بخليهم، بقوم بتمكينهم علشان يحققوا الحاجه اللي هم عايزينها. الكورج، الشجاعه، الهيوميليتي، التواضع،
الامبروفمنت. I am an improver. أنا واحدة من أهم الحاجات اللي بتميزني وتعتبر نقاط قوة بتاعتي هي الامبروفمنت. هل أنا عندي قدرة على التطور ولا لأ؟ أوقات كنت بسمع جملة من أهلي أو من الناس القريبين مني: رنا أنت بتتطوري بسرعة جدا لدرجة إن إحنا يدوب النهاردة بتقولي لنا حاجة يمكن الأسبوع الجاي بنلاقي عليها أبديتس كتيرة، إحنا ما لحقناش نعمل امبلمنتيشن لسه ليها، في حين إن أنت طورتي بعدها 3-4 حاجات تانيين. التعمق، هل أنا شخص لما بدخل في حاجة بحب أدخل in depth في الحاجة دي وأعرف عنها كل التفاصيل وأجيب قرارها زي ما بيقولوا، ولا أنا shallower، حد بيحب يعرف حاجات كتير جدا بدون تفاصيل عميقة؟ الابتكار، الليسننج، البوند بيلدينج، الفيدباك، ودي واحدة من أهم السترينث بوينتس اللي بتبقى مطلوبة في الشركات، إن أنا يكون عندي القدرة على إني أدي فيدباك. النقاد كمان عندهم الخاصية دي أو السترينث بوينتس دي بشكل كبير جدا، إن أنا عندي القدرة إن أنا أدي فيدباك للي قدامي بشكل يخليه يتطور، بشكل يخليه فعلا قادر يشوف نقاط القوة ونقاط الضعف. المرونة، الإقناع، الادفنشر. الناس فاكرة إن الادفنشر دي شغف، باشن، أنا شغفي المغامرة، في حين إن المغامرة بتتطلب حاجات كتيرة جدا علشان تتم بشكل كويس، منها الشجاعة، منها الاستكشاف، منها الأفق الواسع. فلو أنت شخص مغامر فدي سترينث بوينت عندك، لو مش قادر تستغلها في شغلك وتحقق منها ربح لازم تعيد النظر في الموضوع بشكل كبير. مش هطول الفيديو، أنا بس بعدي عليهم سريعا علشان أقول لكم إن في حاجات قد نكون إحنا بنعملها لكن مش عارفين إن دي سترينث بوينت بتاعنا. centered، I am centered، I am focused، I am explainer، أنا حد شرحي كويس جدا، إزاي أقدر أستخدم ده وأنا بشرح الحالة اللي موجودة معايا في العيادة، أو أنا بشرح على السوشيال ميديا، أو أنا حتى جايلي كلاينت وعايز أشرح له الخطة العلاجية أو أقنعه بإن الحاجة اللي هو جاي عشانها أو شافها بره دي قد لا تكون الحل الأمثل بالنسبة له، وهكذا من بقية كل السترينث بوينت. مهم جدا بعد ما تسمع الفيديو ده ترجع تاني تسمعه لو ما كنتش قادر تطلع السترينث بوينت بتاعتك، لأن مجرد ما تعملها أو تعرفها أو تقون your strength point أنت بتبقى unstoppable حرفيا. مفيش حاجة قادرة تكون قوية زي الشخص اللي عارف إمكانياته. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وما تبصش على قدر نفسه دي انه قدر نفسه قد كده، انت تقدر تشوف قدر نفسك انه حاجة كبيرة، بانك انت تعرف نفسك بجد وتتعرف عليها بشكل كبير وتستخدم نقاط القوة بتاعتك عشان تحسن حياتك وتدخل مصدر رزق أكبر. شوفك الفيديو جاي.